يعني الكافه تبقى في مصلحتهم، سواء مع الناس اللي معاهم المتسابقين او بشكل عام في الحضور مع الجمهور يعني. لا انا كنت حاسه الحمد لله انه يعني انا من اكتر الحاجات اللي عجبتني في تجربه اكس فاكتور فكره ان انا الحمد لله لقيت ان انا اوريدي معروفه في دول كتير عربيه. يعني بلاقي على تويتر ناس بتبعت لي من المغرب ومن الجزائر، وانا ما كنتش اعرف ان الناس دي عارفاني اصلا. يعني انا جوه نفسي بحس ان انا بمثل وفي مصر بس، ما كنتش اعرف انه كمان في السعوديه وفي دول عربيه كتير عندي جمهور. فدي كانت اكتر حاجه عجباني وادتني ثقه في نفسي وحسستني ان انا يعني ان شاء الله هقدر اعمل حاجه في البرنامج ده. واكتر حاجه كانت ان انا مرتبطه بالتيم بتاعي ونفسي ان هم ينجحوا يعني. طب هل ممكن تغني زي بوي باند؟ ممكن تغني مع ذا فايف؟ طبعا. هل في عندك مشروعات بهذا الشكل؟ ما فيش حاجه يعني عندنا كده، بس طبعا لو في اغنيه جديده انا غنيت معاهم اوريدي في اخر طبعا في الفاينل يعني. لا بس تبقى اغنيه خاصه زي طب لو في طبعا فكره ولقينا فكره اغنيه حلوه وتليق علينا كلنا والناس تحبها اكيد هعملها على طول يعني. طب هل انت يعني بنشوف دلوقتي سفراء النوايا الحسنه كتير قوي، هل اتعرض عليكي حاجه زي كده؟ ولو اتعرض تحبي تبقي سفيره لاي اتجاه؟ يعني لاجئين، الاطفال؟ اتعرض عليكي فعلا. وبرده كان يعني بالظبط مشكله الوقت، وكان برده اطفال فانا سفيره للاطفال. دي حاجه برده من الحاجات اللي انا حبيتها، بس للاسف في الوقت ده عشان كايلا لسه صغيره قوي فانا ما بقدرش اسيبها كتير يعني. يا دوب بس فكره ان انا يعني حتى في شغلي انا في التصوير كنت بصور مثلا يعني مثلا ساعتين 3 واقوم رايحه لها وارجع تاني وارجع يعني من اول ما اتولدت انا عايشه كده في الشغل. وفي الميتنجز انا باخدها معايا يعني. تمام. يعني انت اتعرض عليكي فعلا تبقي سفيره النوايا الحسنه للاطفال يونيسيف يعني، وارجعتيها حتى عملت لهم اغنيه بس لسه يعني هتنزل ان شاء الله. طب اغنيه الاطفال اتفضلي حضرتك.